فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآنه المجيد والفرقانه الحميد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. صاحب السعادة والفضيلة وإخواني الطلاب الأعزاء، اللقاء المبارك على موضوع خوف والرجاء. أيها الإخوة الحاضرون، الخوف من الله سائق للقلب إلى كل خير وحاجز له عن كل شر، ورجاء قائد للعبد إلى مرضاة الله وثوابه. أما والخوف من الله مانع للنفس عن شهواتها، والخوف من الله شعبة من شعبة التوحيد، والخوف لغيره شعبة من شعبة الشرك بالله. أيها الإخوة الإسلام، قد أمر الله تعالى بالخوف منه والنهي عن الخوف من غيره، فقال الله تعالى: ولا تخشوا الناس واخشوني، وفي مقام آخر: وإياي فارهبون. وقد وعد الله من خاف منه فحجزه خوفه عن الشهوات وساقه إلى الطاعات، وعده أفضل أنواع الثواب. وقال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لقد كان السلف الصالحين يغلب عليهم الخوف من الله ويحسنون العمل ويرجون رحمة الله، لذلك صلحت حالهم وطاب مآلهم وزكت أعمالهم. وكان مرض سفيان الثوري من الخوف، وقال أبو سليمان: ما فرق الخوف قلبا إلا خربا. وأما الرجاء فهو طمع بثواب الله، وشرط تقديم العمل الحسن والكف عن المحرمات والتوبة منها. وأما ترك الواجبات وإتباع الشهوات وتمني على الله تعالى ورجاؤه فذلك آمن من مكر الله لا رجاء. وقال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ورجاء وسيلة إلى قرب الله تعالى. قد جاء عن الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا على عبد الظن وأنا معه إن ذكرني. الجمع الخوف والرجاء، وأكمل أحوال العبد محبة مع اعتدال الخوف والرجاء، وهذا حال الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم طمعا وخوفا ومما رزقناهم ينفقون وما علينا إلا البلاغ المبين. माशाल्लाह दाओ डेर मुहतरम तालिब इल्म बशीर अहमद बिदरत से